لو انت بتتفرج على فيلم ذا جود نيرس على منصه او تطبيق نتفليكس فمجرد ما الفيلم بينتهي بتلاقيه شغال لك اوتوماتيك وثائقي اسمه كابشرنج ذا كيلر نيرس، لان انت هنا بتتكلم عن قصه حقيقيه مفزعه حصلت وتم الكشف عنها في سنه 2003 بتحكي قصه واحد من اخطر السيريال كيلرز الموجودين يمكن في تاريخ الولايات المتحده. ليه القصه مفزعه وليه يعتبر هو واحد من اخطر القتله المتسلسلين؟ ده اللي انا عايز احكي لك في فيديو النهارده. السلام عليكم، فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم ذا جود نيرس سنة 2022 بطولة جيسيكا تشاستن وإيدي ريدمين، بيزد اون ترو ستوري، يعني متخذ من أحداث حقيقية مفزعة. بتتكلم عن الممرضة إيمي لوجهيرن اللي بتعمل في مستشفى صغير في أمريكا، بتهتم جدا بمرضاها وبتحرص على إقامة علاقات لطيفة جدا مع المرضى دول. وبعد فترة نتيجة نقص وضغط العمل ونقص الاستاف اللي موجود بيجي لهم الممرض تشارلي كولين اللي بيقوم بدوره هنا إيدي ريدمين، واللي معاه سي في كويس جدا لأنه اشتغل في عدد كبير من المستشفيات الصغيرة الموجودة في كذا ولاية. ولكن بعد ما بيجي فترة صغيرة بتحدث وفاة لأحد المرضى كبار السن اللي كان بينها وبين إيمي علاقة عاطفية لطيفة جدا. ولكن ده لم يثر الشكوك لغاية لما بيحصل إن إدارة المستشفى بتبلغ إن في اشتباه إن في خطأ طبي حصل نتجت عنه هذه الوفاة. ولكن بعد 7 أسابيع من الوفاة، لأن ده كان مجرد إجراء روتيني المفروض إن المستشفى بتقدمه عشان تكمل ورقها بس مش أكتر. وهنا بيتم لفت نظر المحققين في هذه القضية إن في عنصر أو عدة عناصر عليها علامات استفهام كبيرة. اولا هم بيتغاظوا من رد فعل المستشفى المتاخر، لان اداره المستشفى حرصا على ان يبقى فيه تمويل دائم ليها، لان ميزانيات المستشفيات هناك بتعتمد على التمويل بصوره اكبر من فكره ان يكون ليها ميزانيه معتمده مثلا من الدوله. فوجدوا ان في حاله تكاسل في الابلاغ عن الاخطاء دي. ولكن مع الوقت مع استكشاف كل العناصر الموجوده من عناصر التمريض او الدكاتره اكتشفوا ان في اخطاء تم اغفالها او عدم التركيز والاهتمام بيها. واثناء بحثهم وعدم وجود ادله فعليه نظرا لان الجثه تم حرقها بعد حوالي 72 ساعه من الموضوع، مفيش دليل مادي ان هم يقدروا يحتكموا ليه. بيكتشفوا بمراجعه سجل المرضى الموجودين ان في اخطاء بتحصل في سجلات او في جرعات العلاج اللي هم بياخدوها، ودي تعتبر اخطاء غريبه على السيستم الموجود. يعني عندهم هناك سيستم مركزي بيحكم عمليه طلب الجرعات وازاي يوصل للممرض اوتوماتيك، وكل حاجه بتبقى المفروض متسجله على السيستم. ولكن لاحظوا تغافل بعض المعلومات من جانب اداره المستشفى، واثناء تواصلهم مع ايمي بيكتشفوا ان في شكوك عاليه جدا موجوده، والشكوك دي بتبتدي شويه شويه تتوجه ناحيه تشارلي كولين. بمراجعه سيره او السي في بتاع تشارلي كولين واثناء عمله في المستشفيات الكتيره بيكتشفوا ان هو تم استبعاده من معظم المستشفيات الموجوده دي بعد فتره، وان معظم الاستبعادات دي بتحصل بعد حالات وفيات غير مفسره. وطبعا اداره المستشفى بتحاول تنفي او انها تعتم على الموضوع ده، ليس حمايه لتشارلي كولين لانه لا يعني ليهم اي شيء على الاطلاق، ولكن الفكره ان سمعه المستشفى قد تتضرر بشده من حاجه زي كده. ولكن ايمي نفسها بتبتدي تحط ايديها على ان في مشكله كبيره تخص تشارلي، خصوصا ان كان في علاقه اسريه لطيفه جدا بدات بينها وبين تشارلي. ولكن مع الوقت بتتحط تحت ضغط نفسي ان في شك عالي جدا ان هذا الشخص قد يكون مسؤول عن حالات الوفيات المشكوك فيها دي. وفي نفس الوقت على قدر ما هو يبدو شخصيه لطيفه معاها ومع بناتها، بتحس ان هي من واجبها ان هي لابد انها تظهر الحقيقه وتساهم في اظهار الموضوع والحقائق اللي بتطلع دي. وفعلا محدوث حاله وفاه ثانيه بتتاكد الشكوك لديها بشده، ولكن يصل المبدا بالنسبه لهم ازاي يقدروا يثبتوا الموضوع ده على شخصيه زي كده. واضح انها شخصيه ذكيه جدا بتستغل ثغرات البرنامج او السيستم اللي موجود للادويه اللي موجوده او المسجله داخل المستشفى، فبتتعاون بشده مع الشرطيين من اجل ان هم يحطوه تحت الضغط او يحاولوا يجمعوا ادله مختلفه رغم عدم تعاون اداره الشرطه واداره المستشفى وفي مواجهه الذكاء الكبير لممرض تشارلي كولين. دي باختصار الاحداث اللي انت بتتفرج عليها اثناء مشاهده فيلم ذا جود نيرس. طبعا لو عايز تعرف تفاصيل كل حاجه موجوده بالتفاصيل سواء على الانترنت او على الفيلم الوثائقي كابشرنج ذا كيلر نيرس. مبدئيا انا اقول لك ليه القصه مفزعه، لان القصه دي حقيقيه، مش بمعنى ان هي حصلت في الحقيقه، ولكن القصه دي حقيقيه جدا ممكن تحصل في اي مكان وتحصل بسهوله شديده. وانا كواحد شغال في القطاع الطبي اقدر اقول لك ان السيستم هناك كشف الموضوع لما بداوا يدوروا ويركزوا عليها. ولكن في اماكن كتير في دول كتيره السيستم حتى ممكن ما يبينش اخطاء زي اللي كانت بتحصل دي، وطريقه القتل اللي كانت مستخدمه للقضاء على هؤلاء المرضى مش هتبان الا بالحصول على اعتراف شخصي من الشخص اللي عمل كده لو احنا في الدول اللي هي الاخرى، او انك يعني تمسكه نكتب وهو بيعمل كده فعلا، لان طريقه اثبات الموضوع ده صعبه جدا. فدي فكره الفزع بالنسبه لي وانا بتفرج، ان الموضوع سهل فعلا يحصل ولكن صعب فعلا ان هو يتمسك. وجه الرعب اللي موجود في الفيلم، ولكن الفيلم ما فيهوش مشاهد مرعبه يعني عشان اكون صادق معاك يعني، ولكن وجه الرعب اللي موجود في الفيلم ان في حاله شكوك ان تشارلي كولين في الحقيقه قتل في مسيرته اللي هي المفروض بتمتد من سنه 1988 لسنه 2003 حسب ما هم رصدوا الكارير بتاعه. فهم شاكين ان هو مسؤول عن قتل حوالي 400 شخص.
400 مريض. الرقم ده مفزع، يعني ده لو جندي في معركه غالبا مش هيقدر يقتل الرقم ده، ولكن في الحقيقه هم لم يستطيعوا اثبات هذا الرقم عليه، لكن هم خدوا ادله او شكوك قويه جدا ان هو مسؤوليه فعليه عن مقتل حوالي يمكن 23 واحد. والمذهل في الموضوع ان سبب القتل مرعب جدا، ولكن ده انا مش هقدر اقوله لك عشان هبقى حرقت لك جزء رائع فعلا من الفيلم وانت بتتفرج عليه، ورعبه ان هو عبثي تماما. الفيلم من اخراج مخرج دنماركي توبايس ليندولم، وهو ليه فيلم مشهور دنماركي سابق مع الكبير والمعلم ماتس ميكلسن، فيلم ذا هانت، وليه السنه اللي فاتت فيلم اللي حصل على اوسكار احسن فيلم اجنبي، فيلم انذر راوند. اعتمد توبايس هنا على سرد هادئ تماما للاحداث، الاجواء مش عايز اقول كئيبه، ولكن اعتمد على استخدامات الظلام والظلال اللي موجوده في الفيلم بطريقه رائعه. مشاهد الفيلم لا تعتمد على فكره الرعب، ولكن في تحضير نفسي قوي جدا وانت بتتفرج، لان في مشاهد انت هتتفرج عليها زي مشاهد المواجهات او الضغط او بعض الفجات اللي كانت بتحصل قدامك الشاشه في مشاهد هادئه جدا، ولكن يعني تاثيرها فعلا كلمه انتنس بقى دي بتحس بمعنى كلمه انتنس، اللي هي الحدث والموقف مكثف جدا قدامك لدرجه انك فعلا بتندمج بطريقه غير طبيعيه. الاداءات التمثيليه هنا احنا طبعا بنتكلم على حوتين من حيتان التمثيل، جيسيكا تشاستن في دور ايمي وفي دور متميز جدا ورائع، شخصيه عليها ضغوط نفسيه كبيره وعاليه جدا، شخصيه بتحاول ان هي تعمل اعاله لاسرتها وفي نفس الوقت حالتها الصحيه ما هيش مظبوطه، كذلك اهتمامها باداء مهامها الصحيه، عندها ليها اولويه عاليه جدا، بتهتم جدا بالعلاقات الانسانيه، في علاقه صداقه بينها وبين تشارلي، ومع الوقت بتكتشف ان هي لابد ان تثبت ان في حاجه غلط بتحصل، بتحاول تنتصر لمبادئها. الشخصيه فيها مساحات تمثيليه رائعه متميزه جدا، سواء على المشاهد بقى اللي انت بتتفرج عليها اللي خاصه بينها وبين تشارلي، سواء في بدايه العلاقه وهم الاثنين بيتواصلوا عاطفيا في اطار الزماله يعني، وبعد كده يتواصلوا اسريا، ثم مشاهد المواجهات اللي ممكن تحصل ما بينهم. على الناحيه الثانيه انت عندك هنا إيدريد مين، يعني في دور مش عارف هل هو دايما بيحاول يستعرض عضلاته، ولكن هو هنا ما استعرضش عضلاته الا في مشهد في الاخر، مشهد رائع خرافي. المشهد اللي هو اقل من 30 ثانيه، ربما انا شفت ناس بدات تعمله ميم وبيظهر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، المشهد رائع، ولكن الشخصيه هنا يعني قدمها بالطريقه اللي المخرج عايز يقدمها لك. انا مش عايز طبعا اقول لك السبب اللي كان بيقتل من خلاله الناس، او ان هو متهم ان هو بيقتل الناس الكتيره دي، فلما سالوه على السبب اللي هو قاله دوت هيحرق لك كتير قوي من روعه الفيلم، لكن ده بيشرح لك حتى طريقه تقديم الشخصيه على مدار الفيلم، ازاي ان هي شخصيه غامضه، شخصيه هاديه جدا، شخصيه تدعو مع الوقت ان انت تثق فيها، ولكن احيانا كتيره مع اول ضغط او من اول لمحه في مشهد متميز جدا لازم تاخد بالك منه وانت بتتفرج، ان هو طول الفيلم بيقدم شخصيه هاديه، شخصيه متعاونه، شخصيه لطيفه، لكن اول مشهد واضح جه وهو بيسوق العربيه وهو منفرد بنفسه لوحده تماما، ازاي بدات شخصيته الحقيقيه تطلع وانفعالاته الحقيقيه تظهر. المشهد ده فارق جدا عشان تقرا الشخصيه دي من خلاله، فهو مقدم هنا دور فعلا يعني اقول من اجمل ادواره، هو يعني ابن الذين معظم ادواره فعلا جميله، وهو فعلا غول تمثيل على الرغم من ملامحه البسيطه اللي تكاد تكون طفوليه، ولكن عنده قدرات تمثيليه غير طبيعيه. الفيلم ده من الافلام الجيده فعلا اللي استمتعت فيها، على الرغم ان النمط الهادي اللي هو بيظهر فيه، لكن الفيلم هيشدك جدا، الفيلم هيخوفك فعلا، لان تحس ان الفيلم ده سهل ان اي حد يتعرض لموقف زي كده. لكن على الناحيه الثانيه بتكشف لك بعض العيوب اللي موجوده في النظام الصحي الامريكي، اللي المفروض ان هو نظريا برضه متقدم بكتير عن انظمه صحيه موجوده في بلاد تانية، وعيوب اكبر واعنف في تطبيق القانون الامريكي برضه. كل الكلام ده بتقدم لك في وجبه تمثيليه ووجبه دراميه وفيلم اثاره بعتبره من الطراز الاول، فيلم ذا جود نيرس، انصحكم جميعا بمشاهدته فعلا. نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله قريب. سلام.